لو انت بتشتغل في اعلانات جوجل وخصوصا حملات البحث وعايز توصل لنتائج مرضية ونتائج حقيقية، فأهم خطوة لازم تبدأ بيها، والخطوة دي لازم تتعمل صح، هي خطوة الكيورد ريسيرش، لأن دي الأساس اللي أي حملة سيرش بتتبني عليه. لو اختيار الكلمات غلط، حتى لو عملت إعلان كويس وعندك لاندنج بيج كويسة أو الموقع بتاعك كويس ومعاك ميزانية إعلانات كبيرة، برضه هتفضل النتائج ضعيفة. علشان كده قبل ما نبدأ أي حاجة لازم نفهم أصلا يعني إيه كيورد ريسيرش وليه الخطوة دي مهمة جدا. الكيورد ريسيرش ببساطة انت بتحدد ايه الكلمات اللي لما الناس بتكتبها في جوجل هتكون انت بتقول لجوجل عايز الاعلان بتاعي يطلع على الكلمات دي. يعني الزائر بيكتب بحث معين في جوجل، جوجل بيقرر هل هيظهر اعلانك او لا بناء على الكلمات او البحث اللي انت هتعمله وتقدمه لجوجل. المشكلة هنا بقى ان نفس المنتج او الخدمة ممكن يتم البحث عليهم بعشرات الطرق المختلفة، وفي كلمات بيكون واضح ان نية البحث بتاعتها قوية جدا، وفي كلمات تانية انت ممكن تحس ان الكلمات مشابهه للي انت بتقدمه لكن النيه بتاعتها ضعيفه وهتصرف عليها فلوس على الفاضي. فانت في الكيورد ريسيرش ده انت مش بتجمع كلمات وخلاص، انت بتجاوب على سؤال مهم جدا: هل الكلمه دي تستاهل ان انا استثمر فيها فلوس وادفع عليها فلوس في الاعلانات؟ لان مش كل كلمه ليها علاقه بالخدمه بتاعتي اطلع عليها اعلان، لان اي نعم في كلمات ممكن تبدو ان الشخص فعلا مهتم بالخدمه بتاعتي، بس هل هو قريب من قرار الشراء ولا لا؟ لسه بيجمع معلومات ولا وصل لقرار؟ هل لسه بيقارن بينك وبين خدمات تانية، بيقارن اسعار؟ كل ديت لازم حاجات تاخدها في الاعتبار وانت بتعمل الكيورد ريسيرش بتاعك. في ناس كتير بتبدأ بالتفكير بالطريقة دي: لو انا محتاج الخدمة هبدأ اكتب ايه في مربع البحث؟ وده صح كبداية لكنه مش كافي، لان الناس بتفكر بطرق مختلفة وبتكتب البحث بصيغ مختلفة، وممكن تكون الناس عايزين نفس الحاجة لكنهم بيبحثوا عنها بشكل تاني او بطريقة مختلفة. عشان كده الكيورد ريسيرش هدفه يجمع كل الصيغ، يفلترها ويطلع لك الكلمات اللي ليها احتمال انها تجيب لك افضل نتيجة ممكنة. افضل اداه للموضوع ده هي اداه مجانيه من جوجل اسمها جوجل كيورد بلانر. الاداه دي موجوده جوه حساب جوجل ادز نفسه، فده معناه ان انت لازم يكون عندك حساب في جوجل ادز، وكنا شرحنا في فيديو سابق ازاي تعمل حساب في جوجل ادز بمنتهى السهوله، ممكن ترجع للفيديو ده لو انت محتاجه. فاحنا هنا كده في الصفحه الرئيسيه بتاعه جوجل ادز، هندوس هنا كده على ستارت ناو، وبعدين هنروح هنا كده على الشمال تولز وبعد كده بلاننج، ندوس عليها وبعدين ندوس على كيورد بلانر. هتفتح معانا الشاشه ديت او الصفحه بالشكل ده. فاول حاجه هندوس على ديسكفر نيو كيوردز او استكشاف كلمات جديده، ندوس عليها هنا كده. وبعد كده احنا عندنا في اختيارين: الاختيار الاول ان انت تبدا بالكيوردز على طول، ان انت تبدا تكتب هنا الكلمات اللي بتعبر عن الخدمه بتاعتك او المنتج بتاعك، او ممكن تدوس هنا كده على ستارت وذ ا ويب سايت ان انت تبدا بموقع. لو انت عندك موقع بتحط الموقع بتاعه هنا كده، وبعد كده جوجل بيبدا يبحث في الموقع ده، وبناء على المعلومات اللي موجوده في الموقع يبدا يقترح لك كلمات. في الحالتين لازم تختار اللغه اللي انت هتعمل البحث بيها والدوله طبعا، لان انت لو اخترتها وورلد وايد او اخترت دوله غير الدوله اللي انت هتستهدفها او هتعمل فيها الاعلانات، النتائج هتكون مضلله بشكل كبير. فخلينا نبدا كده ايه بستارت وذ كيوردز. هنقول مثال اللي احنا عايزين نشتغل عليه مثلا تصميم المواقع او تصميم مواقع الكترونيه. انا هسيب اللغه هنا كده عربي، هي موجوده بشكل افتراضي، والدوله هنا مصر، وبعدين ادوس على جيت ريزلتس. فالكلمه دي اللي هي تصميم مواقع دي احنا دي بنسميها او بتسمى في عمليه الكيورد ريسيرش ان هي السيد كيورد، او يعني زي البذره، الكلمه اللي احنا بنبدا بيها من الاول، وبعد كده جوجل بيطلع لنا كل الكلمات القريبه من الكلمه ديت اللي بتخدم نفس الهدف او بتخدم نفس المنتج، او الناس بتدور على بتكتب كلمات بحثيه عشان توصل لنفس الخدمه او نفس المنتج ده. وتاني بنأكد ان احنا نكون مختارين الدوله اللي احنا هنستهدفها او الدوله اللي احنا هنعمل فيها الحمله الاعلانيه واللغه المظبوطه المناسبه للدوله ديت، ونتاكد ان احنا هنا كده بندور في جوجل بس مش في جوجل وسيرش بارتنر. وهنا ده كده المده الزمنيه هنا كده بتكون موجوده بشكل افتراضي على سنه 12 شهر، ممكن نظبطها مثلا كده على 24 شهر ونشوف النتائج هيكون شكلها عامل ازاي، بس خلينا نشوفها كده في اخر سنه زي ما هي موجوده بشكل افتراضي. النتائج بتظهر بالشكل ده كده، بيكون هنا دي كده دي الكلمه اللي انا حطيتها اللي هي السيد كيورد، وبعد كده الكيورد ايدياز يعني الكلمات او افكار الكلمات اللي تكون قريبه من كلمه تصميم مواقع. العمود اللي بعد كده اللي هو الافريج مانثلي سيرشز او متوسط عدد البحث الشهري للكلمه ديت. فانت مهم تعرف ان الرقم ده دقيق لكنه مش بيعكس الحجم الحقيقي اللي الاعلان ممكن يظهر له، ده لان الرقم بيحسب الصيغه الحرفيه لكن الاعلان بتاعك هيظهر لصيغ تانية قريبه، زي مثلا كلمه تصميم مواقع شركات او شركه تصميم مواقع او تصميم موقع احترافي، تصميم مواقع احترافيه في القاهره وهكذا. فكل ده بيتجمع مع بعضه، عشان كده انت بتستخدم الرقم ده للمقارنه لكنه مش رقم نهائي. العمودين اللي بعد كده اللي هو ال 3 month change
وير يير اوفر يير تشينج. الارقام دي بتقول لك الطلب على الكلمه دي هل بيزيد ولا ثابت ولا بيقل. لو الطلب بيزيد فده مؤشر كويس، لكن لو الطلب بيقل مش شرط ان انت تقرر ان انت تشيل الكلمه بشكل مباشر. لو الكلمه النيه بتاعتها نيه قويه وبتعبر عن المنتج او الخدمه اللي انت بتقدمها، ده مش لازم تشيل الكلمه، بس انت تبقى عارف الاتجاه بتاع الكلمة ان هو في اتجاه النقصان. يعني الجزء اللي بعد كده او العمود اللي بعد كده الكومبيتيشن اللي هو المنافسة، بيكون متقسم ميديوم ولو وهاي. والمنافسة هنا معناها ان في كم معلن شغال على الكلمة دي، ومش معنى ان منافسة عالية ده معناه ان دي كلمة سيئة، ده معناها ان الكلمة دي مربحة والناس بتكسب منها. يعني نوعية العملاء اللي بتيجي او بتبحث بالكلمه ديت، العملاء دي بيكون نسبه التحويل بتاعتهم اكتر، فعشان كده الكلمه دي الناس بتتنافس عليها بشكل اكبر. الجزء اللي بعد كده العمود اللي بعد كده اللي هو الاد امبريشن شير، يعني الكلمه ديت بتاخد كام امبريشن، يعني الكلمه دي بتظهر قد ايه من معدل البحث، بس هنا مفيش بيانات كافيه ان جوجل يقدر يظهرها. الجزء اللي بعد كده اللي هو التوب اوف بيج بيد، يعني الناس عشان تظهر في بدايه الصفحه. خلينا نشوف كده، لو رجعنا هنا كده لو عملنا بحث على كلمه تصميم مواقع، ده كده التوب اوف بيج. الناس عشان تظهر في النتائج دي بتدفع كام؟ هنا بتدفع من الرقم ده الحد الادنى، وده كده الحد الاقصى. يعني اختصارا التوب اوف بيج بيد ده بيديك فكره عن تكلفه الكليك عشان الاعلان بتاعك يظهر فوق. فطبيعي ان انت عشان تظهر في النتائج الاولى ان التكلفه تكون اكبر شويه. فانا مش عايزك تركز قوي في السعر بتاع الكليك او السعر بتاع الاعلان، الناس لما تضغط على الاعلان بتاعك هتدفع كام او هتكلفوك كام. انت كل اللي تركز عليه تشوف النيه بتاعت الكلمه دي كويسه، وهل هتجيب لك عملاء يقدروا يحولوا معاك ويشتروا المنتج او الخدمه بتاعتك ولا لا. ما تركزش قوي في موضوع ان الكليك سعره غالي او سعره مكلف. فلو جينا كده ان احنا ناخد نظره بقى سريعه على الكلمات او النتائج اللي ظهرت، هنبص هنلاقي هنا فوق كده مكتوب تصميم مواقع. قلنا دي الكلمه اللي هي السيد كيوردز، تصميم موقع الكتروني، برضه دي كلمه مناسبه او كلمه قريبه جدا يعني. تصميم مواقع الكترونيه، تصميم موقع، دي برضه اللي هي صيغه المفرد، شركه تصميم موقع. انت تبدا تمشي في الكلمات دي سريعا. كلمه تصميم موقع الكتروني مجاني، طبعا الكلمه ديت مش هتكون مناسبه، لان هنا كده نيه البحث واضحه، ده حد بيدور على ان هو يصمم موقع بشكل مجاني او يصممه بنفسه. حتى عشان هتيجي تبص هنا كده، هتيجي تبص تلاقي مفيش اصلا سعر الاعلان، يعني تقريبا محدش هيكتب الكلمه ديت. ممكن تصميم موقع الكتروني وتعمل زي ما كنا اتكلمنا قبل كده ان انت تحط كلمه مجاني ديت او مجانا، تحطها في الكلمات السلبيه عشان الاعلان بتاعك ما يظهرش لما حد يكتب الكلمه دي. تصميم مواقع الويب، لو جينا نبص هنا كده، نيجي نبص نلاقي مقدار التغير بتاعها على مدار الثلاث شهور 900%، وهنا على مدار السنه 9900%. فواضح ان الكلمه ديت الاتجاه بتاعها اتجاه صاعد، يعني الكلمه دي البحث على الكلمه دي بيزيد. فنكمل كده برضو عمل موقع، احنا قلنا عمل موقع الكتروني مجاني، برضو ظهر هنا تاني. احنا قلنا كلمة مجاني ومجانا ديت لما نحطهم في النيجاتيف كي ووردز كل الكلمات دي هتتشال. فانت تبدأ تمشي كده بقى ايه، تصميم موقع الكتروني تجاري. اعتقد الكلمة دي ممكن يكون فيها لبس شوية، لان الاخوة في السعودية بيقولوا على موضوع جوجل بيزنس بروفايل ان هو موقع تجاري، فمش عارف هو دي النية بتاعتها هي نفس الكلام ولا لا. فانت تبدأ تمشي كده في الكلمات دي، تبص عليهم سريعا واحدة بواحدة. تصميم مواقع وتطبيقات، لو انت البيزنس بتاعك بيصمم الاتنين ماشي، ده هتكون كلمة يعني ممكن برضو تحطها معاك في الكلمات اللي انت هتستخدمها. يعني برضو في كلمة تانية زي تكلفة انشاء موقع الكتروني، ده كده خلاص حد بيدور على التسعير، فيعني ده كده قرب جدا من قرار ان هو ينفذ. مجاني مدى الحياة، طبعا كل الكلام ده مش هيبقى معاك طالما انت بتقدم خدمة مدفوعة. فانت بتمشي في الكلمات دي كده. هنيجي نبص نلاقي ايه الليستة بتاعتنا كده، ايه لستة كبيرة، ده كده بس 100، فاحنا هنا معانا 599 كلمة. انا عارف ان الموضوع بياخد وقت شويه، بس موضوع الكي وورد ريسيرش في البدايه ده هي حاجه بس بتتعمل مره واحده في الاول، لازم تتعمل بشكل سليم، بتاخد وقت وبتاخد مجهود، لكنها بتتعمل مره واحده بس. خلينا نشوف هنا الجزء ده اللي هو الريفاين كي ووردز. ريفاين دي يعني زي تحسين شويه يعني. فلو دوسنا مثلا كده على اكسباند اول، هنيجي نبص نلاقي الكلمات النون براندز اللي هي الكلمات العامه 474 كلمه. العلامات التجاريه الاخرى، مش عارف هو ليه هنا يعني كاتب انشاء موقع الكتروني ضمن العلامات التجاريه. يعني لو قلنا مثلا هنا وورد بريس ماشي، ده ممكن نكون هنعتبره براند، هو دي تول بتنفذ او بتصمم بيها مواقع الكترونيه، لكن ماشي جوجل ده يعتبر براند. فيعني الكلمات دي انت عايز تطلع عليها او لا، دي يعني دي حاجه ترجع لك على حسب البيزنس بتاعك. فممكن لو شلتها كده هتختفي من الليسته بتاع الكلمات، هتلاقي الرقم ده كده بينزل اهوت. ويكس ده كده برضو ايه تول بيتصمم بيها، لو مش ضمن الشغل بتاعك برضو بتخرجها كده، بتعمل ان تشيك يعني. بايثون دي لغه برمجه برضو، لو عايز تسيبها ماشي. خمسات ده كده حد بيدور على مستقلين او على فريلانسر عشان ينفذوا الشغل، مش بينفذ شركه.
مش عايز الشركه يعني ينفذ معاها. فيعني تشوف انت كده الحاجات دي لو مناسبه للخدمه اللي انت بتقدمها معاك ماشي، مش مناسبه بتشيلها. موقع عراق، شوبيفاي، ادوبي، امازون، يعني كل الحاجات دي كده بتشيلها، تبص تلاقي الكلمات ديت ايه بتبدا تقل. وزي ما قلنا بقى كده ايه، هنبدا نكمل بقى في الكلمات دي كده، هنبدا نمشي فيها يعني ايه في الليسته كده سريعا. مصمم مواقع انترنت، بناء المواقع، تصميم موقع عقاري. يعني تبدا زي ما قلنا هنمشي بقى ايه، الموضوع هيكون مرهق شويه وبياخد وقت في الاول، لكن هو بيتعمل لمره واحده. وبعد كده انت بس بتتابع الكلمات، تشوف السيرش تيرمز وتشوف الكلمات اللي ما خطرتش على بالك قبل كده لكن دي كلمات مناسبه بتاخدها تحطها ككي وورد عشان الاعلان بتاعك يطلع عليها. اول الكلمات السلبيه بتحطها في النيجاتيف كي ووردز وخلاص يعني. ومهم جدا جدا زي ما احنا قلنا ان انت تركز على نيه الكلمه دي، حتى لو بتعبر على البيزنس بتاعك بس النيه بتاعتها، هل حد هينفذ ولا لسه حد بيجمع معلومات ولا لسه حد بيقارن ولا حد بيدور على الخدمه بتاعتك ديت بس عايزها بسعر بسيط او عايزها بشكل مجاني. فاحنا قلنا ان اصلا الحملات بتاعه البحث دي كلها قايمه على موضوع نيه البحث بتاع الكلمه دي. دي مؤشر على ايه؟ مؤشر على تجميع معلومات ولا مؤشر على مقارنه بين منافسين او مقدمين الخدمه، ولا خلاص هو واقف على التنفيذ او قرب على التنفيذ. فهنفترض ان انت كده خلاص استقريت على الكلمات المناسبه. بعد كده عايز تحمل الكلمات ديت عشان تقسمهم فئات جروبس، هنروح للحته دي بعد شويه. عايز تحمل الكلمات دي هتدوس كده على علامه التحميل دي، قدامك اوبشن من اتنين، يا اما تحملهم بملف بصيغه .csv وده بيتفتح بالاكسل، او على جوجل شيت عشان تكون موجوده على جوجل شيت وتقدر تتعامل عليها اونلاين. فخلينا كده ايه هنحملها بس .csv. تمام كده اتحملت عندي على الجهاز، هندوس عليها كده عشان نفتح الملف هيفتح قدامنا بالشكل ده كده. هي كل البيانات اللي كانت موجوده في جوجل كيورد بلانر احنا كده عملنا لها داونلود. فلو بس ايه يعني عايزين كده نفرد كده كل الاعمده ديت عشان نشوف الشكل بتاعها. فخلينا نشوف كده ايه اهم حاجه بقى، الخطوه اللي لازم تعملها هنا ان انت لازم تقسم الكلمات ديت لاد جروبس، يعني مجموعات كلمات مع بعضها تكون النيه بتاعتهم واحده. بمعنى هنا مثلا عندنا تصميم مواقع، دي كلمة تصميم مواقع إلكتروني، تصميم مواقع إلكترونية، تصميم موقع، شركة تصميم. لا دي كده خلاص احنا كده ايه رحنا في نية تانية او رحنا في جروب تاني. المفروض تصميم مواقع، تصميم مواقع إلكترونية، تصميم موقع، دول كده يكونوا في جروب واحد ويكون الإعلان بيتكلم على نفس الكلمة دي، بيستهدف اللي هو تصميم مواقع. نيجي نبص بعد كده نلاقي شركة تصميم مواقع، شركات تصميم مواقع. لو جينا نمشي تاني عايزين برضو نشوف حاجة تانية كده يكون فيها كلمة شركات، مثلا أفضل شركة تصميم مواقع. ننزل تحت كده شركة إنشاء مواقع إلكترونية وهكذا، يبقى كده شركة برمجة مواقع. تمام. فده كده كل المجموعة الإعلانية دي كلها بتستهدف الشركة، ده كده حد بيدور على شركة بتصمم مواقع. طبعا قلنا مجاني، ده احنا اصلا هنعمل له اكسكلود او نحطه في النيجاتيف كيوردز. نيجي ننزل بعد كده مثلا ايه ممكن نشوف مثلا كلمة بعد كده زي تكلفة إنشاء موقع إلكتروني. خلينا ندور على كلمات تانية تكون بتتكلم في نفس الحتة. أسعار تصميم المواقع، دي برضو تكون في نفس الاد جروب اللي تستهدف نية إن الحد بيسأل على السعر. برضو حاجة دي برضو ممكن نضيفها، سعر تصميم موقع إلكتروني. ممكن ننزل فين تاني يعني اعتقد كده الفكره تكون وصلت. في هنا برضو كده لو نزلنا هنلاقي كان في برضو حاجه هنا بتناقى برضو، ده برضو جزء اسعار تصميم موقع الكتروني. دي نقدر ناخدها معانا في نفس الاد جروب ده. ممكن يظهر معانا كلمات تانية، يعني مثلا على سبيل المثال لو جينا نشوف ده تصميم موقع تعليمي تفاعلي، ده حد كده بيدور على منصة تعليمية، مش موقع جنرال أو موقع في العموم، لا ده كده مدرس أو محاضر بيدور على تصميم موقع تعليمي على منصة تعليمية. هنيجي نبص ممكن ننزل تحت هنا كده، يعني لو لقينا كلمات تانية بتستهدف نفس الموضوع يبقى دي كده جروب تانية. لو جينا ننزل هنا كده مثلا ده تصميم موقع حجوزات، ده كده حد عنده شركة سياحة أو عنده حاجات مثلا زي فنادق أو حاجات زي كده، المهم عايز موقع الناس تقدر تحجز عن طريقه. فدي كده تبقى جروب تانية، مجموعة إعلانية تانية أو مجموعة كلمات تانية يطلع عليهم إعلان يستهدف نفس الكلمات دي. لو جينا نشوف مثلا ده تصميم موقع عقاري، دي برضو ممكن نعمل جروب تانية بتستهدف الناس اللي عايزة تصمم موقع عقاري. ننزل تحت هنا كده نشوف لو في حاجة تانية. المهم ان زي ما قلنا كده ايه، ان كل مجموعة إعلانية او كل مجموعة كلمات لازم يكونوا موجودين مع بعض. ما ينفعش ناخد الكلمات دي كلها ونروح حاطينها في مجموعة إعلانية واحدة ونطلع إعلانات تشتغل عليها إيه على كل الإعلان على كل الكلمات دي مرة واحدة. فتاني بنأكد إن كل كلمات أو كل مجموعة كلمات لها نية واحدة، وكل نية لازم يكون ليها إعلان مناسب ليها. ليه بقى؟ لأن كل ما كان الإعلان مطابق للكلمة كل ما الكواليتي سكور بيعلى والتكلفة بتقل. لأن دايما أصلا جوجل بيبقى الهدف الأساسي بتاعه أو الحاجة اللي بيبص عليها الزائر مش المعلن، يعني دايما بيحب يوفر
تجربة مناسبة جدا للي زائر، بحيث ان اللي زائر لما الكلمة اللي هو بيدور بيها النية اللي من وراءها بيظهر له اعلان مناسب للكلمة دي وللنية دي، ولما يدخل على الصفحة تكون الصفحة بتناقش نفس الخدمة اللي العميل بيدور عليها، فكده تجربة العميل بتكون تجربة ممتازة، فكده الكواليتي سكور بتاعك عالي، فجوجل يكافئك ان انت تظهر للعملاء المناسبين ويقلل لك التكلفة كمان. فانا عارف ان موضوع الكيورد ريسيرش اخد وقت طويل، وهي اصلا خطوة بتاخد وقت طويل فعلا، بس زي ما احنا اتفقنا هي بتتعمل مرة واحدة في بداية الحملة، بتاخد وقت طويل وبتاخد وقتك فيها براحتك كده، لان احنا قلنا هي الاساس اللي بيتبني عليه الحملة كلها، ونجاح الحملة أو فشلها اللي بيحدده الكلمات اللي أنت اخترتها، لأن زي ما قلنا اختيار الكلمات ده لو كان اختيار سيء، مهما كان الإعلان بتاعك كويس، ومهما كان الصفحة أو اللاندنج بيج كويسة، ومهما كان معاك ميزانية، ده مش هيشفع خالص، وغالبا الحملة هتفشل. لكن لو الكلمات بتاعتك معمولة بشكل مظبوط، وأنت مختار الكلمات اللي عليها النية بتاعتها عالية ومناسبة للمنتج والخدمة اللي أنت بتقدمها، فإن شاء الله النتائج تكون مرضية والحملة تنجح بأمر الله. أنا هاني دراج من شركة بيكسل واي، شكرا على المشاهدة، أنا راكم على خير، السلام عليكم.